عموما بما انك ذكرت عامر عبد الله اليوم خلى المباراة طعم وشكل جديد، فهد ولا لا؟ والله شوف، انا يمكن من بدايه المباراه غردت في تويتر وقلت معقول هذا الدوري السعودي؟ يعني لا معلق لا مخرج، لو لوحات فنيه طلعت من الجماهير. يا اخي العدل حلو يا اخي، معلقين ترى فيهم الخير. عامر عبد الله اليوم كان نجم، واتمنى اني اشوفه نجم في مباراه الهلال، نجم في مباراه الاتحاد، نجم في مباراه الشباب، في اي مباراه. يعني احنا فاهمينها غلط. يعني المعلقين تشوفهم في مباريات معينة بس، لكن المباريات الباقي ما تحس لهم، يعني كأنهم مغصوبين على تعليقها. يا أخي ما فيها شيء إذا صار المخرج كأنه محلل، يطلع لقطات، يطلع أشياء، إلى درجة في لقطات إعادات للأهداف تحس المخرج يتأخر فيها يتبع نادي معين، كأنه ما وده يطلعها. مثلا أقول لك حتى لو كانت على النصر ولا على أي فريق آخر، يعني هذه الأشياء ترى حلوة. عامر عبد الله يا أخي ترى ما عنده هالحساسية، ما عندهم. قبل عدنان، قبل يعني في معلقين في الخليج ما نشوف هذه الأشياء اللي عندنا المعلقين. في بعض المباريات يتفاعل معها، والمباريات الأخرى كأنه هذا ما هو سعودي أو ما هو في الدوري المحلي، كأنه فريق جاي من الصين ولا من أي جزيرة جاي. فأعطانا مثل لذلك. أتمنى أني أشوفه اليوم على نجاحاته، وأنا متأكد أني سأشاهده مع الهلال بنفس الحماس اللي هو فيه اليوم، مع الأهلي، مع الاتحاد، مع أي فرق السعودية. هذا اللي نتمنى أن نشوف. يا أخي خلي الناس تنبسط، خلي الناس تحسون بالعدل. شيلون من الاشياء هذه اللي تجيك المخرج ما يضاء، المعلق ما ادري ايش، يعني اتمنى هذه الامور ان يعني نشاهدها لكل الفرق. طيب التعليق عندنا زي التحكيم صراحه، التعليق والتحكيم ما يمكن نتغير. التحكيم نص ساعه